السلام عليكم. انا رحمة ناجي رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم النهاردة الغريبة باسهل طريقة ومكونات بسيطة جدا وتطلع معاكم دايبة زي ما انتم شايفين كده. تابعوا معايا الفيديو لغاية الاخر. يلا بينا نشوف المكونات. هحتاج الاول 4 اكواب دقيق ما يعادل بكيلو من الدقيق. يفضل لو الدقيق مخصص للكعك والبسكوت، بس انا استخدمت الدقيق متعدد الاستخدامات العادي. واحتجت كمان كوباية من السكر البودر بس منخول. ويفضل ان السكر ده يكون جاهز، لو مش جاهز وضربينه في البيت تحط عليه معلقة كبيرة من النشا، لان السكر اللي بيتجاب من بره بيبقى محطوط عليه كمية بسيطة من النشا. واحتجت كوبايتين من السمنة البلدي او العادية، مش مشكلة خالص، بس تكون قبل ما تشتغلوا فيها تكون مدخلينها التلاجة، تكون كده طرية وفي نفس الوقت مش ناشفة قوي ومش طرية قوي. وبعد كده جبت العجين، حطيت فيه السمنة وحطيت فيه السكر البودر وهضربهم. ممكن تضربوه بالمضرب الكهربائي العادي، وممكن تضربوه كمان بايديكوا لغاية ما السكر يدوب خالص مع السمنة ويبقى مكون معايا قوام كريمي كده. بس انا عملته في العجان، بس ممكن تعملوه بأي طريقة تانية. انا هنا ضربت على سرعة هادية وبعد كده سرعت السرعة عشان السكر ما يطرش في وشنا. وكل شوية بعمل بالسباتيولا كده اطلع الحواف بتاعتها عشان يتضرب كويس، واول ما يوصل معايا بالشكل الكريم ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هغير المضرب وهحط على الشكل الكف اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي لان انا عايزة امزج المكونات، مش عايزة اعجن المكونات. وبعد كده نزلت بنص كمية الدقيق. انا هنا احتجت 4 اكواب ونص من الدقيق. كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. انا احتجت نص كوباية من الدقيق كمان، ممكن ما يحتاجش معاكم، يعني انتوا حطوا 4 اكواب من الدقيق، احتاج معاكم زودوا. المهم تكون العجينة بتلزق شوية بس مش بتلزق خالص. وبعد ما تعملوا العجينة خالص بتجربوا في واحدة، بتعملوا لها اختبار، بتدخلوها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده بتهدوا الحرارة ل150، بس تقعدوها في 180 4 دقايق، وبعد كده بتنزلوا الحرارة ل150 برضو بتقعدوها 4 دقايق. لو العجينة معاكو فرشت في الفرن تحسوها اللي هي ساحت كده، يبقى هي محتاجة دقيق. لو حسيتوا اللي هي شققت يبقى هي محتاجة سمنة. حتى وانتوا بتكوروها وضغطتوا عليها كده ولقيتوها شققت معاكو، يبقى هي محتاجة سمنة كمان. بس العجينة دي كانت مظبوطة جدا. انا هنا كورتها زي ما انتوا شايفين كده. هكوره زي الكعك كده. الكعك بيبقى معايا كورة كبيرة تلت الكورة بتاعت الكعك، يعني انتوا بتكوروها كده. انا بصراحة بكور بالنظر، مش بعمل بالزان ولا اي حاجة عشان تكون سهل عليكم. بعد كده جبت البندق وفضلت احطه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تحطوا فول سوداني، ممكن تحطوا فستق، ممكن تحطوا لوز، ممكن من غير اي حاجة خالص زي ما انتوا حابين. انا هنا عملت الكمية كلها، بس جربت زي ما انا قلتلكوا في واحدة بس دخلتها الفرن على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. واول ما طلعت معايا ولقيت القوام بتاعها مظبوط، دخلت بقية الصواني كلها الفرن على درجة حرارة 180 4 دقايق، وبعد كده بهدي الحرارة 150 برضو بقعدها 4 دقايق لغاية ما تاخد معايا لون ذهبي خفيف خالص من تحت. لان الغريبة مش بتحتاج تقعد في الفرن كتير ولا بتحتاج تاخد لون، هي بتطلع زي ما انتوا شايفينها كده، بتطلع بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا كانت جميلة جدا. بص ديت بعد ما طلعت من الفرن، بس بسيبها تهدى خالص، بتبرد خالص، وبعد كده بشيلها من الصينية. ما ينفعش تيجوا جنبها وهي سخنة، كانت دايبة معايا خالص. يا رب اكون فدتكم في الفيديو وقلتلكوا كل المعلومات عن الغريبة وازاي تطلعوها دايبة كده وازاي ما تفرش معاكم في الفرن. وان شاء الله اجيلكوا فيديوهات تانية جديدة وتكون سهلة عليكم. وكل سنة وانتم طيبين. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي رحمة، متنسوش دعمكم ليا باللايك والشير. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.